يا أهلا بكل عيلتنا الجميلة في بيتي كل حياتي. شايفين الجمال ده؟ غدوة سمك مكاريلي مقلي ومقرمش بتتبيلة خطيرة، مع شوية رز صيادية مفلفلين يفتحوا النفس، وطبقين سلطة وطحينة يكملوا المزاج. غدوة النهاردة من العيار التقيل. كملوا معانا الفيديو للآخر عشان تشوفوا طريقتنا في التنظيف والتتبيل وسر القرمشة. ما تنسوش اللايك الجميل، ويلا بينا نبدأ. عشان نكسب الوقت بتاعنا بدأنا بالرز الأول علشان يستوي براحته على ما نخلص السمك. نزلنا ببصلة بشوية زيت ونحمرها لحد ما تاخد اللون البني الجميل، وهو ده سر لون الرز الصيادية المظبوط. وبننزل بعد ما بنحمر البصلة بننزل بمعلقة سكر، وبعد كده هننزل بالرز بتاعنا. هنضيف المية، حبة كمون، حبة ملح، ونسيبه يتشرب، وبعدين نهدي عليه النار خالص. نيجي بقى لبطل حلقتنا، المكاريل الأصفر. أهم خطوة في السمك هي النظافة. عشان نقضي على أي زفارة بنقص الزعانف ونفتح البطن ونغسله كويس جدا تحت المية الجارية زي ما انتوا شايفين كده. لازم السلسلة من جوه تتنضف تماما وما يبقاش فيها أي دم. وبعدين بنديله شطفة حلوة. وبعدين بنديله شطفة حلوة بالليمون ونسيبه يتصفى. وبعد ما تبلنا السمك بتاعنا بتوم وفلفل وكمون وقرن فلفل اخضر وليمون، بقى ريحته تجنن. الزيت بيسخن على النار، وبناخد السمك نغلفه كويس جدا بالدقيق من كل ناحية، وننفض منه الدقيق الزيادة عشان ما يعجنش معانا في الزيت ويطلع مقرمش وحلو. ننزل بقى بالسمك في الزيت السخن. يا سيدي على الصوت والريحة اللي قلبت البيت. السر هنا اننا مش بنقلب السمك خالص غير لما نحس ان الطبقة اللي تحت مسكت نفسها واخدت لون دهب.
عشان السمكة ما تتهريش معانا في الزيت وتطلع متماسكة زي بتاعة المطاعم بالظبط. شايفين اللون الذهبي الخطير ده؟ مقرمش من بره واللحم دايب وابيض من جوه. بنطلعه ونصفيه كويس جدا من الزيت ونكمل باقي الكمية. بجد الكاميرا ظالمة وريحته حاجة كده تفتح النفس. وبكده خلصت غدوتنا، أحلى وأطعم أكلة سمك مقلي ممكن تعملوها في البيت بنظافة وتوفير. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشجعونا بلايك واشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش عشان يوصل لكم كل جديد بنعمله. وبالهنا والشفا على قلوبكم يا حبايب قلبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.